بنبدأ بتاجر المخدرات اللي عامل حفلة كلها مجون وفسق وفجور. انا عاوز كل الناس تنبسط. دي الضحكة الشريرة بقى. ناس معاها فلوس يا عم عمالين يجيبوا مخدرات وخربينها، وناس تانية في مناطق شعبية بيمارسوا رياضة القفز من فوق المجاري، دي زي الأولمبياد كده. وده كامل شاب على قد حاله من منطقة شعبية، سواء عبيط شويه. انا مش فاهم ايه السعاده اللي انت فيها دي يا كامل. انت نازل تعدي من فوق المجاري، يعني انت لو ساكن في كومباوند مش هتبقى فرحان كده. وده فرغلي صاحب كامل رايح يشارك في الهانجر جيمز، بس دي بقى الهانجر جيمز حرفيا صراع امام مخبز العيش. والحمد لله بيقدر ياخد 5 ترغفه، لكن بيدفع حياته قصادها، والاسعاف بيجي يشيله لكنه لسه متمسك بالخمس ترغفه. واحد كمان من صحاب كامل رايح علشان يصرف التموين. انا مش فاهم ليه بطايق التموين لونها اخضر وجواز السفر لونه اخضر. اكيد اللون الاخضر ده وراه حاجه، يمكن علشان لون البرسيم ده اسقاط يعني. وتتساقط الضحايا ممسكه بزجاجات الزيت، فبيجي المسعف ياخد ازازه زيت ويسيبه ويمشي. خد يا عم انت جاي تنقذ الازازه. وده حسين صاحب كامل برضه، واقف هو والجماعه دول مستنيين الاتوبيس ده وبيستعدوا، والاتوبيس ما بيوقفش كالعاده. يعني انا مش فاهم ليه الاتوبيس دايما كان يحب يجري والناس تجري وراه، حتى وانت نازل ما يقفش. السواق يهدي شويه ويقول لك نط. انت في مصر، يعني لو مش عارف تحافظ على حياتك يبقى انت لا تستحق الحياه. انت بتلاقي الاب كده جايب ابنه الصغنن ما شاء الله طول كده يعني، واخده الاتوبيس علشان يعلمه ينط من الاتوبيس وهو بيمشي. ده نوع من الترابط الاسري. مش الابهات في الكومباوندات بياخدوا عيالهم النادي؟ طب ما دي رياضه. طب انت تعرف ان هم المفروض يدخلوا رياضه القفز من الاتوبيس وهو بيمشي دي في الالعاب الاولمبيه؟ وبنشوف حسين بقى وهو نازل من الاتوبيس بس من الشباك. قوموا يا جدعان ما تتصلبطوش بقى ايه اللي حصل يعني. وبنشوف بقى اسره محدوده الدخل، بس ده مش صاحب كامل ولا حاجه. الراجل قاعد بيشتكي من مراته ومن العيشه ومن اللي عايشينها، وبيروح رميها بطبق الفول. فبتروح الوليه سحباه بقى، يا بنات قوموا ساعدوا بابا، يا بنات ماما بتقتل بابا، يا بنات ايه يا وليه. والبوليس بيقبض على الست فتكات بعد ما قطعت جوزها وحطيته في كيس بلاستيك بتاع الزباله. وده ايه اللي مدلدل ده بواسيره ولا الكيس بيطلع لنا لسانه؟ وهي فرحانه بقى اكمن صورتها هتطلع في صفحه الحوادث. وفي الفضاء الشاسع بنشوف كوكب الارض كره زرقاء تتلألأ في الفضاء. وبنشوف مطمئن افندي سلطان وهو قاعد في الفضاء زهقان، ومن حياة الجن طفشان. طب وهو كجني سايب كوكب الارض وقاعد بره ليه؟ هما الجن المفروض قاعدين على كوكب زحل، طب المفروض معانا. مطمئن افندي فجأة بيلاقي دخان خارج من كوكب الارض ومن مصر تحديدا، فبيشم الدخان والريحة بتعجبه. ايه ده معقولة؟ يعني دخان المخدرات هو اللي خرم الاوزون؟ وبعدين يعني اشمعنى الدخان خارج من مصر؟ الحشيش نفسه من افغانستان ولا هولندا، ده هناك بيبيعوه في السوبر ماركت. ده المفروض اصلا الكرة دي تدخن من كل حته. مطمئن افندي بيتسطل وبينزل ورا الريحه يا شعبي يا اللي مزاجك عالي، وبيهبط تحديدا فوق شباك كامل اللي قاعد هو واصحابه عاملين عرض ازياء للفانيلات البيضاء. ساعة بقت 2. ده انت استقلت بدري يا جدع، ايدك ما فيهاش غير ساعة واحدة. نكت محششين. هتكبر دماغه بس ما عرفش يلعب بقى الفانيلا. نكت محششين. هناك واحد صعيدي بيسكتوا الكهرباء لا مش هني. نكت محششين. بيقول لك مره واحد محشش واقف قدام المرايه وكان جنبه واحد صاحبه، فالراجل بص للمرايه وقال لصاحبه الوش اللي في المرايه ده مش غريب عليا، انا شفته قبل كده. فصاحبه قام وقال له طب اوعى كده، ووقف هو قدام المرايه وبعدين بص لصاحبه وقال له يا حمار ده انا. مطمئن افندي بيغير الطقم بتاع شريهان ده وبيلبس لبس يناسب الموقف وبيروح يقعد مع الرجاله. بيقولوا هيعدموا تجار المخدرات، المهم ما يقدموش مخدرات. لا الحته حلوه شكلها. الرجاله بقى بيكتشفوا ان التعميره اللي معاهم قربت تخلص، فبيتمنوا يعني لو كان معاهم فرش كامل. اتفضل 25 سنه سجن. وبيتكلموا بقى عن نعمه اللي كامل بيحبها، بنت المعلمه حكم. انت المعلمة حكم الجزارة. مالها بنت المعلمة حكم يا ابني؟ مالها؟ على الاقل كل يوم هتعشى فخده طبعا. يا سلام واطي يا كامل. وانا اللي قلت هتقول مالها بنت المعلمه حكم؟ جمال واخلاق، ده عايز يتجوز عشان ياكل لحمه. لكن فرغالي بقى حلمه في شقه تستره هو والعيال. يعني عايز كام؟ يعني 30 40 الف ورقة حمرا
حمرا من ام 10 جنيه. يا زمن الطيبين ده، دلوقتي الورقه ب 10 جنيه ما بقتش حمراء اصلا. وصاحبه بيقول له بقى حد يطلب ورق ب 10 جنيه، اطلب الاخضر الدولار عم البنك المركزي. وكامل بقى بيحلم لو نعمه تدخل عليه دلوقتي لابسه فستان فرح وهو ضارب جاكيت البدله على بنطلون البيجامه شكله تحفه، واصحابه بيزفوه على نعمه. فرغالي بقى اللي متكوم هو ومراته وعياله في اوضه واحده ومخلف حته عيل اعوذ بالله. عارف انت العيال اللي تخليك لا انجبي؟ هم دول مش مدين ابوهم وامهم فرصه، كل ما يروحوا في حته يروحوا مدفوسين في النص. بس على فكره هم بيفكروا صح يا فرغالي، انتوا بتعملوا ايه؟ ما انتوا لو جبتوا عيل تالت هتنيموه معاهم وهيقسمهم في الاكل. العيال بتفكر في مصلحتها برضه. وفرغالي بيخرج علشان يشرب سجاره في السطح، فبيلاقي المنطقه كلها رجالتها لابسين فانيلات بيضه وواقفين بيشربوا سجاره. امال الزياده السكانيه بتحصل ازاي لما انتوا كلكم في البلكونات؟ بيصحى كامل من النوم وبيعتقد ان اللي فات ده كان مجرد حلم. ومن الحاجات اللي بحبها في الفيلم ده اللمسه الكرتونيه اللي كانت موجوده، يعني كاتبين جمله الشبشب اهو علشان كامل مش لاقي الشبشب برجليه. حاجه لطيفه تفهمك يعني ان ده فيلم سريالي، ما تاخدوش بجد. ايه ده؟ الطرحه بتاعت نعمه خرجت من الحلم. كامل بيبص كده بيلاقي مطمئن افندي والدولارات والاكل قدامه. يا عم حلم يا عم. وبينزل كامل زي كل يوم يسرح شعره بمنتهى العبط ويخرج علشان يمارس الرياضة المفضلة للمنطقة. بس بص المهارة، سنين من التدريب. مطمئن افندي بقى بيجي يعمل زيه بيقع في المجاري والناس معدية من حواليه بقى عادي. يا عم قوم في محاولة كمان، قوم بدل ما حد يفتكرك طوبة ويعدي من فوقيه. ونعمة هي كمان بقى فاكرة انها كانت بتحلم وبتحكي لامها المعلمة حكم عن الحلم. فكامل بيسمعها وبيقول لها انه حلم بنفس الحلم ده. ومطمئن قاعد جنبيهم بيعمل لهم الجو الرومانسيكي، وكيوبيد طاير حواليهم. ايه ده؟ حتى كيوبيد صلع ويا عيني بينشن غلط، ده حكم السن بقى. وده بقى المعلم سنهوري اللي بيورد اللحمه للمعلمه حكم وعينه على نعمه. نعمه ما تقول الكامل يجيب واحد شاي للمعلم. الاستاذ كامل خريج كليه التجاره، يعني محاسب وبس. خلاص يا نعمه، قولي الاستاذ كامل خريج كليه التجاره يجيب شاي للمعلم سنهوري. سيبك بقى من الشاي دلوقتي يا ام نعمه. ام نعمه ده ايه؟ اسمها الحمام الثلاث هنا، اسمها المعلمه حكم. يا دي النيله، شوفي يا وليه انت. ماشي يا معلمه نعمه. انا مش معلم، انا دبلوم تجاره. الله، ده انتوا عيله مقرفه قوي. طب بص يا روح امك، في كمبيالات دلوقتي انتوا ماضيينها ولازم تسدوها. ايه ده؟ 1000 ونص؟ ربا فاحش. ايه رايك بقى؟ احنا طول عمرنا بندفع 100 واحده بس على الالف. ايه الربا بيزيد يا الله. ما هو ده ربا وده ربا، مفيش حاجه يعني. ده كان زمان قبل البقر ما يتجنن. الله، طب وانت يا معلم اتجننت مع البقر ليه طيب؟ فمطمئن بقى بيقرر انه يعاقب المعلم سنهوري. حوجه دماغي معاك ليه؟ فالعربيه بتطلع لوحدها من غير سواق. بالشفا معلمه. وفرغالي بقى جايب عياله السفاحين علشان يسيبهم عند كامل. خش يا باشا مع السلامه. ما تتاخرش يا فرقلي عشان عندي مشوار مهم. كله حسب التساهيل. تسهيل ايه يا فرغالي؟ ما كنت سبت العيال عندك على الاقل يبقوا حجه. انت حر، مفيش حاجه بتستخبى اليومين دول. والعيال بقى قلبين الدنيا عند كامل. يلا مجرم، يلا بص البصه دي بصه مجرمين. جمال بقى بيتخانق مع مراته اللي مخلفه له قرطه عيال وحامل. اجيب منين؟ اسرع. هنعمل ايه؟ اشحت. انت قالك تخلفي عيل كل سنه؟ عيل كل سنه؟ ده تارجت يعني ولا ايه؟ وبعدين يا جمال ما تستعبطش، هي بتخلف لوحدها يعني؟ موظف على قد حالي. على قد حالك يا اخويا، ما تتجوزش. او لم نفسك يعني. انت وربنا يقدرني واصلحك. قصدك ايه يا جمال؟ تحب يا اخويا اسيب لك عيال والبيت وامشي؟ الله، طب انت ليه هتسيب العيال والبيت؟ ما تاخديهم معاكي. حسين بقى جايب واحده ورايح عند كامل وبيقول له يعني ان دي صديقته وجايبها علشان تذاكر له كيمياء او فيزياء، يعني احنا لسه هنشوف. دليل عليا نضرب الحجرين وبعد كده تنزل تجيب علبه سجاير من القنوات الخيريه، ويا سلام بقى لو ركبت الاتوبيس النهري. كامل انت عارف دلوقتي انت اسمك ايه صح؟ فطبعا بقى مطمئن مش عاجبه الموضوع وبيقول لكامل انه دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى ساتلايت. باشا ده انا راجل قوي. راجل ايه ده؟ انت نازل تجيب سجاير. فكامل بيروح لحسين وبيقول له انه مش هينفع يقعد عنده علشان عمه ومرات عمه وولاد عمه جايين له. ماشي يا كامل، هفوتها لك عشان برضه ليك عوزه. مش علشان الصحوبيه يعني، عشان ليك عوزه. صحوبيه زباله. ومرات جمال عندها غسيل. ليه انا حاسس؟ عايزه اغسل بيجامه، قوم هات الجاكيت. يا ست ما تغسلي اللي على كتفك ده، هتنيمينا كده يعني عشان تغسلي. هات
الملاح. لا كده كتير، احمد ربنا بقى انها سايبه لك الشرطه. وحسين وجمال رايحين لكامل علشان يعني يقضوا سهرتهم، لكن بيخبطوا عليه ما بيفتحش. وفرغالي بيقول لهم يبقى اكيد خرج مع عمه ومرات عمه زي ما قال لكم، وبعدين بيدور على السفاحين اللي هو مخلفهم. انتوا فين يا؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بنتمرن، بلاش نتمرن. حرامي كمان يا علاء، وانت عايز تخلف تاني يا فرغلي. وكامل قاعد مع الجوزه وبيعرفها على نفسه. بعد ما خلص كليه التجاره جاله تعيين في دار الكتب، اي كلام يعني، زهق ما بيعملوش حاجه، لحد ما فرغلي عرفه على الكيف. وبعدها ساب دار الكتب وراح اشتغل في دار اللحمه عند المعلمه حكم ام نعمه. وبعدين بيسال مطمئن افندي عن نفسه، ما هو فجاه لقاه معاه كده يعني. حضرتك مين؟ مطمئن افندي سلطان ابن ملك الجاه. الشيخ خضتني، افتكرتك بباحث. لا يا عم باحث ايه، عفريت يا عم، لو بيعملوا شاي كمان. طول عمري احب العفاريت، عمري ما حبيت الناس الخايبه ابدا. ويا ترى لسه في عفاريت من بتوع لسه بغداد؟ لسه بغداد لما كان جاب له السجق في الطاسه السخنه. اهو شفت بقى، فموضوع السجق ده بقى هو اللي بيجيب من الاخر مع كامل. لا كله الا السجق، يعني يجيب شاي ماشي، انما سجق ليه يعني؟ احنا قاعدين عند البرنس. فمطمئن بيطمنه بيقول له يا ابني انا عفريت يا ابني مش مباحث. انا معجب بيك لانك طيب وابن حلال. حتى لما جيت تقول يا نعمه قلت يا جواد. وجاي له علشان يحقق له كل احلامه. تطلب ايه؟ هات 1000 جنيه. شوف يا اخي التفكير، عايز 1000 جنيه عشان يجيب مخدرات طبعا، ما دي دماغ واحد مسطول. فمطمئن بيقول له يا شحات اللي بتقوله ده، اطلب حاجه عاليه شويه. 100000 جنيه. والله ما يجيبوا حاجه هما كمان دلوقتي. والناس بقى في المنطقه بتتلم علشان في واحد شحات اتقتل. ايه اللي حصل؟ كل الشحات قتلوه. دول سرقوه طلعوا مصارينه كلها بره. ده كامل العيال الصغيره دخلت اتفرجت، الكبار خافوا يخشوا. الواد علاء هو اللي قال. انا شفته. ده تلاقيك انت اللي قاتله علاء. خبطوا له قدام سلك كهرباء ورا ظهره كده، حطوا له حته قماشه في بقه، ومتهيألي كده فقعوا له عينه الشمال، لا استغفر الله العظيم يا رب، عينه اليمين، ذبحوه بالسكينه من هنا اهو لحد هنا اهو. مش بقول لك انت اللي قاتله يا سفاح. وبرده من الحاجات اللي كانت عجباني في الفيلم واللي تعتبر حاجات كرتونيه يعني، انك تبص تلاقي صوره محطوطه على الحيطه وتدخل الاوضه تلاقيها بتتنفذ في الواقع. والله الفيلم كان في منتهى الروشنه، مش واخد حقه. مطمئن بقى بيقول لكامل ان البشر دول غراب جدا، يعني الشحات ده اتقتل علشان 1000 جنيه وانت معاك 100,000 جنيه. شوف بقى هيعملوا فيك ايه. الواد علاء لو شافك هيعملك بسطرمه. عفيت يعني تاني. خلاص. اهو شفت. وبعد ما كامل كان عاوزه يخفي الفلوس علشان ما يتقتلش زي الشحات، بيطلب منه دولارات عشان دونالد ترامب هو اللي يجي يقتله بقى. لكن لما بيروحوا علشان يحطوا الفلوس في البنك بيشوفوا البوليس قابض على واحد وبيضربوه. ماله ده؟ كل يوم والتاني يجيب دولارات مجهولة المصدر ويقف يبيعها قدام البنك. ايوه بس احنا لقيناه جوه البنك مش قدام البنك. انتوا دخلتوه جوه ليه؟ خدتوا منه الدولارات صح؟ فكامل بياخد مطمئن وبيمشي وبيروحوا علشان ياكلوا. وكامل بياكل مطمئن حواوشي، الحواوشي بيعجبه قوي بقى. ايه اللي بناكله ده؟ انت ما تعرفش الحواوشي؟ ده اصله جاي لك من الفضاء. بصراحه كامل عنده حق، مش المفروض انت جني عايش وسطينا؟ اوبا ده هيجي له حموضه ده اكيد. مشهد الحواوشي ده كان موجود في فيلم هي فوضى، بس خالد صالح كان طالع انسان عادي وكلهم برضه. كامل بقى بيفكر يعمل ايه بمطمئن. دلوقتي الفلوس بقى فيها من اين لك هذا. مطمئن بقى بيحاول يوصل لطريقه عمل الحواوشي. هي الفكره يا مطمئن انك قبل ما تحاول تعمل حواوشي المفروض تقول عاوز تعمل حواوشي ابو كام، علشان بتفرق في نوع الكائن الحي اللي هتاخد منه اللحمه. والمعلمه حكم بتحاول تقنع نعمة انها تسيبها بقى من الحب والكلام ده. يا بنتي خليكي مع المعلم سنهوري صديق البهائم ده. دي سلوى اللي حسين بيحبها، لكن سلوى بقى زهقانه بقالها سنين مع حسين ومفيش اي خطوه ايجابيه. عامله عليها فيلم، هتسمعني حاجه جديده من الحلال قولها، هتسمعني التقاطيع والمواويل بتاعت كل مره هسيبك وامشي. سلوى بقى بتقول انها صبرت عليه سنين طويله، كان بيقول لها هساعد اخواتي، اخته اتجوزت وخلفت واخوه صغير بسم الله ما شاء الله بنجاح عظيم بيعيد ثانويه عامه ثالث مره. الحكومه نفسها مدياله فرصه 3 مرات اعاده، احرمه انا منها ازاي؟ انت بتعلم حقوق استخسار. اصل احنا علينا 3 محاولات عند الحكومه ولازم ناخدهم كلهم. ايه ده؟ لا وبعد كل ده هو بيقول لها ان بعد ما اخوه يخلص ثانويه عامه ويدخل الجامعه هياخدها علشان يسافروا يشقوا بره البلد. خطه في منتهى الذكاء. التفكير بقى بتاع كامل بينتج عنه فكره في منتهى العبط. اللي هي ايه بقى؟ قصر، عايز قصر
كبير. عايز قصر كبير. يعني هو اصلا كانت مشكلته في الدولارات لما جه يحطها في البنك، من اين لك هذا؟ فلما يبقى عنده قصر بقى ما حدش هيساله، اصل ده قصر يعني هيكون سرقه؟ لا. وفين بقى؟ قصر في ميدان التحرير. فجاه كده الارض تطرح قصر، والناس اللي معديه عادي يعني مش هيعملوا اي حاجه، مش هيستغربوا. يا اخ كامل مش هينفع، ميدان التحرير ده احنا محتاجينه في حاجه تانية، هو ما فيش غيره. وطبعا البوليس بيدخل يقبض عليه من جوه القصر. عامل لي فيها شهريار. القصر ده بتاع مين؟ من اين لك هذا؟ تهريب ولا مخدرات ولا جاسوسيه؟ ممكن نستعين بصديق؟ بيتهيألي ممكن نحذف له اجابتين. انا شايف نستعين برأي الجمهور. انتوا بتهزروا في الاسم يا باشا؟ وكامل بقى بيروح من مكافحه المخدرات للنيابه العامه لاداره غريبه كده اسمها حبايبنا الحلوين، دي بتاعت ابله فضيله. ومطمئن بقى بيجي له الحجز علشان يخرجه. وتاني يوم وهم نازلين كامل بيلاقي الشارع اتسفلت، فبيستغرب بقى، وديت المجاري بتاعتنا فين يا مطمئن؟ ده هو ده اللي كان بيميز الكوميونتي. فبيبصوا كده بيلاقوا ناس بيحفروا في الاسفلت اللي لسه معمول. ده بتعمل ايه يا اخينا؟ مش عارفين حيوان مين اللي سفلت المنطقه. جري ايه؟ ما هي بصراحه قدامك اهي والشارع مسافرته زي الفل. لا حضرتك احنا بنسال على المجاري اللي احنا كنا سايبينها ضربه في المنطقه، مين اللي صلحها؟ واهل المنطقه بقى بيزوموا على مطمئن علشان هو بيعطل عمل الناس بتوع المجاري اللي جايين علشان ينظفونه. يا اخي حرام عليك، احنا بقى بنجري وراه. طب ما هي المجاري ظبطت يا باشا، ولا انت جايبهم عشان يبوظوها ولا ايه؟ انتوا ايه حكايتكم؟ ايه هيدخلونا المجاري دي؟ هيجيبوا لكم مجاري بتاعت منطقه تانية يعني يدلقوها عندكم في المنطقه؟ قصدك المواسير بتاعت المجاري؟ طب ما هي موجوده. كسر يا عم كسر الاسفلت، قال بيهرجوا. يلا يا رجاله افرحوا هيكسرونا المنطقه. وكامل بقى بيسال مطمئن هو ليه اختاروا هو وجاله غير ريحه الحشيش يعني اللي جابتها. لقيت الشيطان بيلعب بيكوا 24 ساعه في ال 24 ساعه. طبعا ما انت شايفه، هو لقى الشيطان بيلعب بيكوا فجه يلعب معاه تقريبا. مطمئن بقى بيقنع كامل انه يرجع الشغل تاني، هو ما جالوش عشان يبقى عاطلي. تعمل زي علاء الدين ولا ايه؟ جمال بقى في الشغل بيحاول يصلح المروحه اللي بتجيب له نسمه هواء، وبيحاول يقنع مديره المباشر انه ياخد المروحه يصلحها بره. في لجنه هتيجي تشوف وتكتب تقرير، يا صلحها يا تعرض الامر على لجنه المشتريات. تقوم لجنه المشتريات بعد لجنه معاينه تقدر ثمن شراء الوحدات دي، في الحاله دي تضرب في ميزانيه العام القادم. قول له يا فندم بيهزر، فاكر نفسه شغال في ميتا. والمعلم سنهوري ما نزلش لحمه للمعلمه حكم وجاي علشان ياخد فلوسه. فين فلوس الربا يا وليه؟ فكامل بيروح لمطمئن وبيقول له انه عاوز الكمبيالات اللي عند سنهوري. فسنهوري بيروح البيت عند نعمه وحكم علشان يقول لهم ان الكمبيالات اتسرقت. اقول لك انا بحث فشلت وانقطع لسانك، انا بنت مش حراميه. على العموم انا مصور الكمبيالات وشايف صورها عندي. لا ما احنا سلبنا الصور هي كمان، كان في صور تانية كده بس بلاش نتكلم يعني. صور ليك مع البهايم بس في اوضاع غريبه. كامل بقى جات له فكره تانية هيعمل. قال ايه؟ ان مطمئن ده ابن عمه كان شغال بره وجاي علشان يشغل فلوسه مع المعلمه حكم علشان تجيب المواشي بقى من السوق هي وتذبح براحتها وتبيع. وبينزلوا علشان يروحوا لها ومطمئن بيكون سافلت الشارع تاني، فبرضه بيلاقي ناس بيكسروه. انت بتعمل ايه تاني؟ مش عارفين حضرتك، احنا لسه مكسرين الشارع ده امبارح. مين الحيوان اللي بيسافلت؟ تليفونات ايه؟ مش انا زي الفل اهو متسافلت والتليفونات زي الفل. فالناس بقى بيعترضوا، لا التليفونات مش شغاله وبقى لنا سنه بنجري وراهم وكل الحاجات الحلوه دي. ما هو الشغل اهو طالع النهارده. امر الشغل طلع النهارده؟ طب وبتوع التليفونات عرفوا منين ان احنا سافلتنا الحاره؟ يا مبارك هيدخلوا لنا تليفونات يا اختي. انت كدابه بقى، انت ما عندكيش تليفون. يلا يا عم كسر على الله ما حدش يسافلته تاني. ايوه ارقصوا ارقصوا، ما ده اللي انتوا فالحين فيه. وحسين جايب واحده وداخل البيت عند كامل من غير ما كامل يبقى جوه، لكن مطمئن بيتدخل في الموضوع. حسين ما عرفش يجاوب على ولا سؤال من اللي اتسالوا جوه في اللجنه، وخارج موطي راسه وحالته زباله، ده اخره الحرام. وبيطلب منها بقى انها تستر عليه. تصوروا يا جماعه. لا كده اكيد ما حدش شم خبر يا حسين، اطمن. ومطمئن قال جايب عربيه مرسيدس علشان ياخد كامل فيها ويروحوا الحكم، وفاكر انه هيوصل عادي كده سهله بسيطه يعني. بيلاقي حمار موقف الطريق، هو بقى بيروح للراجل اللي وراه علشان يقول له يعني لو يرجع علشان نسلك الموضوع. ارجع ورا عشان انا قدامي حمار. انا ما بجيبش ورا، انا ما عنديش مرشدين، نحن نتقدم الى الامام فقط. فبيسيبوا العربيه وبيمشوا، وبعدين بيركبوا اتوبيس. انت بتعمل ايه؟ حتى العفريت جاي يتحرش في المواصلات العامه. ونعمه بقى بتشم ريحه الجاز اللي كامل بيحطه في شعره وبتفتح له الباب، وبيظهر فوق دماغها الفقاعه اللي هي فيها الكتابه دي بتاعت ميكي ماوس، وهي بتقول له كم احب رائحه الجاز في شعرك يا كامل. في حد يروح يخطب وهو حاطط جاز يا كامل؟ وكامل بقى بيديها فلوس على اساس انها من مطمئن فندي ابن عمه، وتعتبرها يعني مهر نعمه. طلباتك ايه؟ انا بنتي مهرها ارنب وشبكتها زلموكه
تقدر عليهم يا كامل؟ فمطمئن بقى بيشوفها انها بسيطه، يعني ادي الارنب وادي فرخه كامله اهي بالوراك بالصدر بالزلموكه هيصي. فالمعلمه حكم بتضربهم هما الاثنين. تخيل معاه الموقف، انعام سلوسه مسكت دول ضربتهم. ايه اللي ايه؟ ما حكت لنا كل حاجه. ومطمئن بقى بيقول لفرغلي انه هيشتري منه الاوضه ب 30,000 جنيه. دول مش 20، دول 30 عشان ناخدها بالعفش. طب ما تاخدها بالعيال وممكن نعمل لك خصم عادي يعني. وفرغلي بياخد الفلوس وبيروح علشان يحطها في شقه، واخد بالك، ب 30,000 جنيه. طب طالما ربنا فتح عليك كده يا فرغلي، ما ترمي الواد علاء ده في اي ملجأ ولا اصلاحيه، ولا لبسه قضيه مخدرات، اي حاجه يعني. وكامل بيدخل عند نعمه بالليل هو ومطمئن علشان يديها الفلوس اللي هتجيب بيها البهايم. وفعلا كامل بيدي نعمه الفلوس وبيقول لها انه هيخرج من الشباك هيطير. امال مطمئن فين؟ والتالت مره مطمئن بيسافلت الحاره، وطبعا بيلاقيهم بيكسروها علشان مش عارفين مين اللي بيسافلتها وبيلحق يسافلت امتى. لكن المره دي مطمئن بيسيبهم. يلا يا رجاله ربنا معاك، كسروا. يا جماعه اللي انتوا فيه ده ما شاء الله، يعني المنطقه لا كان فيها مجاري ولا كان فيها كهرباء ولا كان فيها تليفونات. افرحوا. ايوه نعمه وكامل في السوق بيجيبوا مواشي، لكن السنهوري بيجي وبياخد المواشي، ومطمئن بيتحرش في الاتوبيسات. جمال بقى وهو قاعد عند كامل بيشتكي المطمئن، مقدم في كل الدول ومش لاقي شغل، وحتى المروحه قال لك محتاجين لجنه علشان تيجي تفحصها. فبيروح مطمئن المكتب بالليل وبيبدل المروحه بمروحه توشيبا جديده. وحسين مشكلته طبعا غير الفلوس والشقه ان اخوه في ثانويه عامه ومش عارف ينجح. لجان الامتحان صعبه جدا، الامتحان جاي في مستوى اللي حاطط الامتحان، والله اللي حاطه نفسه ما يحلوش. والعيال بتنتحر في اللجنه، مين اللي دخل الواد ده ومعاه سلاح، ومين اللي معلق للواد ده المشنقه. العيال صعبوا على الجني هو كمان مش عارف يحل الامتحان. مطمئن والرجاله بقى سهرانين في كباريه وعمالين ينقطوا فلوس كتير قوي، فبيتقبض عليهم وبيتضربوا في الاسم. علشان من اين لك هذه النقطه يا مطمئن افندي؟ في المصلحه بقى اللي شغال فيها جمال جايبين له اللجنه لابسه نظارات سودا كده زي اللي كانوا بيحققوا مع رأفت الهجان علشان يعرفوا المروحه المعفنه بتاعتنا راحت فين، وايه المروحه الجديده اللي شغاله اللي انت جايبها دي يا معفن. نيابه الاموال العامه يحرق بجاز. ايه اللي يحرق بجاز؟ ايه عقوبه الحرق بالجاز دي؟ ايه ظهرت جديد يعني ولا ايه؟ بعدين هو مطمئن كان لازم يبدلها مكان صلح القديمه، ما تقولش ان العفريت ما عرفش يصلحها. وكامل ومطمئن جابوا الذبايح للمعلمه حكم، فواحد من صبيان السنهوري بيكلمه علشان يقول له، فبيجيب لهم البوليس وبيجي وبيشمعوا المحل علشان مطمئن ما جابش الورق بتاع اللحمه، بس الحمد لله بيتصرف وبيجيبه. فالسنهوري بقى بيلبس لهم مفرش الترابيزه وبيجي علشان يخطب نعمه، لكن مطمئن بيبعت له ستات بعيال كتير كده علشان يعملوا انهم مراتاته ودول عياله. انا مش عارف بقى مين اللي كان عمال يحدف الفراخ دي. مطمئن بيدي كامل فلوس علشان يديها لحسين علشان يروح يتجوز سلوى، لكن بيوصل بقى بيلاقي سلوى بتتجوز. انا جبت شبكه يا سلوى. شبكه ايه اللي انت جبتها يا حسين؟ الشبكه في جيبك؟ انت هتشبكها بقرش حشيش ولا ايه؟ وفرغالي يا عيني بعد ما جاب العربيه ونقل العزال راح قدام العماره لقى ناس بالهبل واقفين بيتخانقوا، ما صاحب العماره طلع نصاب، والعيال ولاد الجزمه قاعدين بيسقفوا وابوهم وامهم بيتضربوا، وجميله وفرغالي بينتهي بيهم الحال متداس عليهم بالجزم. والواد سامح اخو حسين سقط للمره الثالثه، المحاولات خلصت يا عم سوبر ماريو. يا سلام على الفرحه. والجماعه بقى لمين بعض وقاعدين بيتصلوا احتفالا بان بيوتهم اتخربت. فمطمئن بيقرر ان الحل انه يقضي على الناس اللي بتبيع المخدرات والغرز اللي بيشربوا فيها المخدرات لحد ما بيوصل للراس الكبيره. 20 طن حشيش، 8 طن افيون، كونتينر ماكس، كونتينر برشام متنوع، 50 كيلو بودره درجه اولى. ايه يا عم كل ده؟ انت بتتاجر في المخدرات لوحدك ولا ايه؟ بالذمه دي كميات تكفي المصريين. تكفي ايه؟ انت جايب 20 طن حشيش. مطمئن قرر انه لازم يبلغ عن الراجل تاجر المخدرات ده، وبيدي لكامل الشبكه بتاعت نعمه، لكن كامل بيقول له انه هيجيب الشبكه بنفسه. والمعلم سنهوري جايب واحد تاني علشان يتجوز نعمه، ما طالما مش هيتجوزها هو يعني. لكن مطمئن بيحول الكمبيالات اللي في جيبه لورق ابيض. واحنا مش كنا سرقنا الكمبيالات دي قبل كده؟ وبيقول لحكم انه هيتجوز نعمه. على فرحه انا الخميس الجاي، هتحضري ولا لا؟
مين قال ان انا مش هحضر؟ لازم تاخدي بالجزمه يعني يا حكم. وبيروح مطمئن مديريه الامن عشان يبلغ، لكن الراجل تاجر المخدرات بيعدي من المطار عادي جدا وبيعمل باي باي للظابط. ما هو ده. ايوه ما احنا عارفين. فمطمئن بيروح لهم بقى وبيقول لهم انه عمل اللي عليه. المشكله مش فلوس، مشكله فيكم انتوا، في الكيف اللي مغيب عقولكم ومخليكم مش دريانين باي حاجه وبتضحكوا على همومكم. طب ما احنا بنشرب زيه ما طرناش ليه؟ وكامل بيقول له انه هيبطل خلاص. طبعا هو ما قالش ان المشكله فيهم بس، هو قالها بالمداري كده لما جت تاجر المخدرات وهو معدي من المطار قدام بس ما ينفعش نقول. الفيلم ده كان البطوله الاولى والاخيره لسامي العدل، وبالنسبه لي هو فيلم حلو جدا على قد الامكانيات اللي كانت متاحه وقتها، لكن مفيش اسامي تبيع في شباك تذاكر. وغير موضوع ان مفيش نجم شباك في الفيلم. الفيلم ده نزل في السنه اللي نزل فيها الليمبي، حراميه في KG2، صاحب صاحبه، مافيا، امير الظلام، محامي خلع، فاتهرس في الطريق. لكن انا شايفه من احلى الافلام اللي نزلت السنه دي ومن احلى الافلام عموما، ومش واخد حقه ومظلوم. فيلم كوميدي خفيف بيناقش وقضيه مهمه كمان، وليه طابع كرتوني كده، وحاجات زي دي ما بنشوفش زيها كتير عندنا. انا كنت وما زلت بحب الفيلم ده جدا، ولو انت زيي اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديده يجي لك اشعار. كان معكم صبري محروس، ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافيه.